لو لقيت نفسك بتعاتب الشخص كذا مرة على نفس السبب، يبقى انت كده بتعاتبه على طبعه، والطبع عمره ما بيتغير. وكتر التسامح والتعدية في المواقف هتقلل من كرامتك. الشخص اللي يزعلك ويبقى عارف انك زعلان ما يستاهلش انك تعرفه اصلا. ما تدورش على حاجات خلاص فات اوانها، وما تهملش حد وبعدين تسأل ايه غيره كده. ما ترجعش تدور على حاجة ما بقتش ليك. وكمان ما تندمش على حد ما بتفرقش معاه لحظة واحدة. لازم يفهموا اننا بشر زيهم، وزي ما بنحب بنعرف نكره قوي، بس ساكتين عشان مش عايزين نخسركوا وعايزينكوا في حياتنا. الخلاصة ان العتاب على نفس الاسباب ما بقاش ليه طعم، واحنا لازم نتغير. لازم نبطل نتعب نفسنا عشان ناس ما تستاهلش نوجع قلوبنا عليهم، وهم عايشين حياتهم عادي بيضحكوا وبيهزروا، واحنا اللي اتدمرنا نفسيا. ما ينفعش يوحشك حد انت اصلا مش بتوحشه، ولا تستنى حد بطل يستناك، ولا تسهر على حد اول ما بيحط دماغه على المخدة بيبقى في 7 نومة، ولا انك تستنى كلمة حلوة من حد اصلا مش بيكلمك، ولا تفتكر حد مش فاكرك. ما ينفعش تاخد بالك من حد مش واخد باله منك، ولا تزعل على حد مش زعلان عليك، او تعيط على وجع حد مش هيهزه انه يشوف دموعك. ما ينفعش تبقى باقي على حد مش باقي عليك، ولا تتمنى حد بيتمنى غيرك. ما ينفعش تتعب على حد مرتاح في غيابك، او تتوجع على فراق حد فرحان من غيرك. ما ينفعش تحب حد اكتر من نفسك. ما ينفعش تنسى نفسك جوه حد. ما ينفعش تضعف، ولو ضعفت ما ينفعش تكمل ضعيف. ما ينفعش تبقى ضعيف مع اللي قوي عليك، وما ينفعش تبقى قوي مع اللي حنين عليك. كمان ما ينفعش تتخيل حد مش بيتخيلك. ما ينفعش حاجات كتير وحاجات اكتر تنفع، بس الاهم خد بالك من قلبك. أسوأ عقاب ممكن تعاقب شخص بيه مش انك تهينه او تكرهه، لا، أسوأ عقاب فعلا انك ترجعه تاني لنقطة البداية، انه يبقى شخص غريب تاني في حياتك، بس مع اضافة انه يبقى بدون فرصة. لان الغريب ممكن تتعامل معاه عادي ويكون ليه فرصة انه يقرب لك، بس الشخص ده خلاص استنفذ كل الفرص انك تحرمه من كل صلاحياته، انه يبقى على الهامش بعد ما كان هو السنتر بتاع حياتك وكل حاجة بتدور حواليه. لا، ده الأسوأ من كده انه يكون عارف ان اي عابر سبيل ليه فرصة اكبر منه هو شخصيا في انه ياخد مكانته او اللي كانت مكانته. الاهانة والخناق مفيش اسهل منهم، بس على الفاضي. انما لما ترجع كل واحد لحجمه الطبيعي كل حاجة هترجع زي الاول واحسن.